حياتي مش لاقيه، ما ظل زاوية في الدار غير نفلناها كل الدار. مش لاقي التليفون. المشكلة اني امبارح حبكت اني احطه صامت. اختفى. اصلا انا قاعد احضر، كنت بدي اطبخ من ساعتين، الاكل مرمي زي هيك. استغفر الله العظيم، مش لاقي تليفوني. اختفى ما ضلش داوي فعليا في الدار غير دورت عليه. بسم الله. سميت البدن تحت التخت، قلبت قلابه، شلنا الفرشة. استغفر الله، وين بدي يكون يروح عن جد والله العظيم. ما ضل زاوية في الدار غير دورت فيه، نفلت الدار تنفل. الزبالة دورت فيها، الثلاجة سلطان انت شفت التلفون؟ انت وين رحت فيه؟ انت كبيته؟ طيب شوفي لي اياه هون، يمكن في الشجرة هاي. طيب شوفي جوا الشجرة. فيش مضلش، ما فيش زاوية ما دورتش فيها عن جد، ما في زاوية ما دورت فيها انا. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة ما بدورش على تلفون لوكس انا عن جد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. انزلي شوفي لي اياه في الكراج، يمكن نمره من البلكونة. انزلي يا فاني، عندي احساس انه رميه. ولا قوم عن اخوك. تعال. انت رميت تلفوني، وين رحت في تلفوني؟ تحت؟ وين تحت؟ انت كسرته؟ وين كسرته؟ تعال، وين حبيبي انت شطور، وين كسرته؟ وينه؟ اشوف. انت رميته يعني؟ والله اجرم فيك اذا رميت. انت حطيته من هون؟ كسر. وين؟ هون. انت حطيت التلفون هون؟ انت وين؟ هون، من هون؟ هون حطيته؟ حرام، وين حطيته يا حرام؟ تكسر. طب وين تكسر؟ وين رميته؟ هون؟ حرام يا حرام انت هون حطيته، نزلته من هنا؟ والله انا عندي انا ولا جوا هناك تحت. والله لو تكون رميه. شوف يا حرام. بس يا بنات لقيت تليفوني الحمد لله. لقيته ملفوف جوا حرام ريان، ابصر مين لافه ومغطيه كمان. والله العظيم يعني عن جد نكدت نكد مش طبيعي. بدي اطبخ مفتول. جيات عندي صحباتي وايش كانوا بدهم يلغني الجاي، وانا اقول لهم يا بنات تعالن يعني الا ما يلتقى اخرته يلتقى، يعني وين بدي اروح؟ هو في الدار. يلا الحمد لله. شاب نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. زيت زيتون. صراحة نكد على تليفوني اليوم، بس اوكي. هون عندي بصل جوانح تقريبا 4 روز، ومشرح الجوانح هيك جوانح عريضة.
الرحمن الرحيم. نشوح البصل شوي. هون حاطة هون ورق غار وحبهان. بدي اعمل اليوم مفتول. اليوم رح اعمل 2 كيلو مفتول. الكيلو الاول رح احطه تحت. البصل هون يتشوح بزيت الزيتون. انا بصراحة المفتول بجيبه جاهز، مهبل جاهز. هون عندي بصلة مفرومة على الناعم. شو بضيف إلها؟ بضيف إلها فلفل أسود، وبضيف إلها رشة 7 بهارات، وبضيف إلها عين جرادة رشة بسيطة، وبضيف إلها كراوية رشة بسيطة، وأكيد كمون. وين الكمون؟ كركم هيك كراوية رشة بسيطة، وأكيد كمون. وين الكمون؟ كركم هيك. هاي كمون. كمون. هيك هاي البصلة ضروري وبتكون ناعمة زي ما انتم شايفين. شايفين حبتها هيك. تقريبا 3 بصلات صغار هدول. البصل وين بدي احطه؟ بالطبقة اللي تحت. هنا الكيلو المفتول الثاني. هيك المفتول صار جاهز. هون عندي الدجاج مغسول ومنظف. هذا ليمون. بصراحة بحب طبخ المفتول، ما بياخد وقت وبطنجرة واحدة. بحط حمص، رشة 7 بهارات، ورشة عين جرادة، ورشة كراوية رشة بسيطة، وبرضه ماجي. وبرضه رشة فلفل أسود. وبشوحها. طبعا رح أضيف جزر. هاي اختياري طبعا، الجزر أو القرع أو البطاطا طبعا رح أضيف جزر.
اختياري طبعا، الجزر او القرع او البطاطا عشان هسه ينسلقوا واطعميهم الابن ريان شوي واطلعهم. هو عادي يعني، هو ما بيأثر وطعمه زاكي، بس انا بحب بس بصل وحمص واكيد بندورة. طبعا شوحت الدجاج كويس مع البصل والحمص والبهارات اللي هي كراوية وعين جرادة وفلفل اسود وبهارات السبعة، بس هاي بهارات للمفتول انا بعملها. وراح اضيف برضه بندورة، مع انه بالعادة بضيف البندورة باخر ربع ساعة، بس اليوم جا عبالي اضيفها بالاول. خلص هات المية بالي. خلص هات. بسم الله الرحمن الرحيم. عبيه كمان مرة، عبيه. شوفوا ما شاء الله. شايفين؟ وهيك بتركهم مع بعض ساعة بس، يعني ما في اي شغل تاني. بس هذا يمرق عليه 40 دقيقة تقريبا، بهبله بزيت الزيتون.